السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ شايفين بقى الشوربة الدسمة الجميلة بتاعت الكوارع دي؟ يعني حاجة كده بترم العظم، وبصوا جميلة جدا جدا. وهنا بقى المكونات بتاعتنا. هنجيب كده الكرة بتاعتنا، ننضفها كويس ونغسلها بالملح وبالمية والدقيق والليمون والخل، وندعكها كويس. وهنا بقى معانا البهارات بتاعتنا اللي ورق لوري وملح جوز الطيب وحبهان. هنا معانا بقى البابريكا، الملح، الفلفل، كمون. هنا بقى السمنة. هنا بقى الخضروات بتاعتنا، عندنا توم وفلفل حار وجزر وطماطم وبصل وقالب ماجي. طبعا الصلصة دي الصلصة بتاعت الفتة. وبيض. مفيش بيض يا مالك. هنا بقى هنحط الحلة على النار، نحط فيها السمنة تسيح كده، ونقلب بقى. بعد كده ننزل بالخضروات بتاعتنا اللي احنا قلناها كلها. تدي بقى ريحة جميلة جدا. ده بصل. تدي بقى ريحة جميلة جدا مع البهارات بتاعتنا جافة، بننزلها برضو كده في السمنة. الطريقة دي طريقة جميلة جدا بصراحة، من ساعة ما عملتها اعتمدتها على طول، وانتي برضو هتجربيها وتعتمديها ومش هتغيريها تاني. غير بقى ان انتي تغسلي الكوارع وتحطي شوربة ما بتغلي وتحطي كوارع فيها، لا، الطريقة دي جميلة جدا. هعمل بقى ما تشويحة الخضار تتعمل. هنشوح بقى كده الثوم، وننزل بقى عليها كده بشوية كده ملح. هنا برضو بنشوح في نفس الوقت الخضروات. يعني خليكي كده شطورة ولهلوبة كده، ويعملي الحاجة في نفس الوقت. هننزل بقى كده الكوارع، هننزلها كده بقى مع الخضروات من غير اي مية خالص. المية هنغليها على النار وهننزل بيها عليها، بس احنا هنديها كده تشويحتين. شوح بقى كده الكوارع، نديها كده تشويحتين كده تدي اللون الذهبي الجميل. بجد طريقة جميلة جدا، تخلي بقى كده الشوربة بتاعتها دسمة كده ولونها حلو ذهبي، مش لونها غامق ولا اي حاجة. والريحة بقى كده مش قادرة اقول لكم بصراحة. هنا بقى التومة اتحمرت، ننزل عليها بقى كده الخل. طبعا دي فتة، فلازم الصلصة بتاعتها بتبقى بالخل. ننزل بقى كده بالصلصة، شوية بقى البهارات، نحطها على الصلصة كده، الملح والفلفل والبابريكا والكمون اهو. نقلبها كده وقلب الماجي، ونسيبها كده، نقلبها بقى كده ونسيبها براحتها. مع ما الكوارع بتاعتنا تستوي، كل كمان استويت، والرز وكل حاجة، يبقى في نفس الوقت تعملي حاجتي كلها عشان خاطر تبقي لهلوبة كده. جوزك يقول عليكي لهلوبة كده شطورة، جالك عزومة كده تنجزي كده حاجتك اوام اوام. هنا كده احنا بنقلبها كده على الوش التاني. ما شاء الله ادت لون حلو قوي، هو ده اللون اللي احنا عايزينه يا جماعة. نزلنا بقى عليها كده بالمية السخنة المغلية. بصوا ما شاء الله اللون تحفة، هي لسه منزلتش شوربتها ولا اي حاجة. بص لونها حلو قوي قوي من الخضار اللي احنا حاطينه من تشويحة الكوارع. بتسيب بقى كده تستوي، تبقى ما شاء الله الله اكبر. حابة بقى ان انتي تخليها تستوي بسرعة وتخليها كده عاملة زي الملبل كده، تحطي فيها نويات بلح، اي جماعة حاجة، فاصوليا، لحمة، اي حاجة بتاخد وقت ترمس، حطي فيه نواه البلح، بيبقى جامد جدا، بيخلي الحاجة تستوي بطريقة جميلة. هنجيب هنا الرز بقى نغسله، ونحط شوية زيت ونشوحه كده في الزيت وبشوية ملح. رز فتة يا جماعة بيبقى أبيض، فاحنا بنشوحه كده، نديله تشويحة في الزيت كده والملح، ونقلبه كده كويس بحيث يبقى مفلفل وقالب ماجي. ده لو حسب الرغبة، يعني انت لو حابة. انا بصراحة بحب احط الماجي في كل الاكلات.
نشوح بقى كده الرز كويس بحيث يبقى مفلفل معانا وجميل كده مش معجن في بعض. اهم حاجه ان انت تشوحي كده ايه الرز في الملح قبل ما تحطي الميه. نزلنا بقى كده بالميه السخنه، قلبي بقى كده وسيبيها خالص على نار هاديه. سيب بقى كده على نار هاديه بعد ما قلبناها خلاص تمام كده. شوف بقى الصلصه بتاعتنا، بصوا ما شاء الله عملت وش جميل جدا. بصوا يا جماعه تحفه. ابني بقى بيساعدني. هنا بقى الرز برضو ما شاء الله هو بقى جميل جدا. الكوارع بتاعتنا برضو ما شاء الله بقت جميلة خالص واستوت اهي. ابني بس بيحب يهرج شوية، معلش يا جماعة. ضيف معانا في الحلقة النهاردة. بصوا ما شاء الله شوربة دسمة جدا وجميلة. حط بقى كده قلب الماجي في الاخر خالص هو الملح، بحيث الكوارع بتاعتنا تستوي خالص ومتبقاش جامدة كده. يعني انت محطيتش ملح في الاول، لا الكوارع هتبقى معاكي ناشفة يعني كده خلاص. بصوا عملنا بالسكينة اتشكت معانا خالص، فكده دليل ان هي استوت. بصوا يا جماعة الله اكبر، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. بصوا الشوربة جميلة ازاي، يعني تحفة تحفة، حاجة كده جامدة اوي. هنحط بقى الفتة بتاعتنا نغرفها كوباية يا جماعة، بس جريت مننا بسرعة. هنا كده العيش المحمص وننزل عليه كده بالشوربة. بعد كده هنحط ايه الرز. حاول كده نوزعه كده على الصينية كلها اهو. شو بقى وايه وراحتك ورغبتك، حابة تعمليه في اطباق تمام، حابة تعمليه في صينية تتلموا كده حواليها كده جميل جدا. حاجة كده حلوة اوي. نحط بقى الصلصة. ايوه زي ما مالك قالوا كده نحط الصلصة. بعد كده هنحط بقى الثوم. نحط الثوم برضه طبعا مغطوش بالخل. دوق الثوم متحطش كده عليه خل، بعد محمر بيبقى تحفة جدا وبيدي طعم جميل للكوارع جدا. هنحط بقى ايه الكوارع بتاعتنا في الصينية. ويا رب الفيديو يعجبكم ويجيب كده مليون مشاهدة بفضل ربنا وفضلكم. لايك بقى واشتراك لو اول مرة تشوفوني، ولايكات كتير 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 وشيري كتير. 200,000 على خير.